السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهاردة. جايبه لكم كده فيديو سريع وبسيط. حبيت بس اشارككم معايا كده الفطار بتاع النهارده واديكم فكره. بس يعني ما بصوا، ما جبتش معايا كل الحاجات من الاول، وهتلاقوني كده واخده لكم مقتطفات بسيطه خالص. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، نقول الاول بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. بنعمل ايه؟ بنعمل النهارده هنعمل الفطار بتاعنا كبده اسكندراني زي ما انتم شايفين كده. بصوا انا الكبده متبلاها. هقول لكم التتبيله كده في السريع. انا بتبل الكبده الاول معلقه توم مهروس، وكل التوابل بقى اللي عندك، فلفل وكمون وكزبره وبابريكا وعصره ليمون، وكمان لو عندك هريسه شطه. تمام، بقلب كل ده واسيبها ربع ساعه، وبعدين احط زيت كتير في الحله بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين انزل بقى عليها اول ما الزيت يسخن خالص، انزل بالكبده بتاعتي. ولازم الزيت يكون سخن، وهبتدي ان انا اديها كده تقلبتين. وبتلاقيها ما خدتش بالظبط 7 8 دقايق معاكي واستوت. خلاص قبل ما اطفي عليها بعمل ايه؟ بجيب فص ثوم وقرن فلفل اخضر بقى زي ما انت عايزاه، حامي بقى بارد براحتك. وبحطهم معاها كده علشان يبقى الفلفل عندي ما لسه تحسي ان هو ني، يعني ما استواش تمام. بس وبقلب كده تقليبه في السريع. وطبعا ببقى حاطه لها الملح وكل التوابل وانا متبلاها قبل ما احطها في الزيت. ما بتاخدش معايا وقت خالص، في 10 دقايق بالظبط بتكون استوت معايا زي ما انتم شايفين كده. فيها صوص كده حلو قوي. وبس كده خلصنا الكبده بتاعتنا. كنت عامله بقى سمبوسه. كنت مجهزه طبعا اللحمه بتاعتي، معصجه اللحمه كويس. اليوم ده كنت عصقت اللحمة وقسمتها نصين، علشان كنت جايبة نص كيلو من اللحمة. عملته قسمته نصين علشان نعمل نص لفة جلاش، ونص نعمله سمبوسة. تمام. دلوقتي انا في الوقت ده طفيت النار. اول ما طفيت النار نزلت بعصرة ليمونة كاملة، بتقلب الكبدة بتاعتك في حتة تانية، وبتديها طبعا ريحة حلوة قوي. جنبي هنا بقى كنت خلاص انا عامله السمبوسه بتاعتي وحشياها ولفتها وهقليها بس معاكم. انا اليوم ده بيانات ما صورتش لان رجعت من الشغل متاخره، وكان طبعا مع رمضان بقى والشغل والمدارس والكلام ده، فمش بلحق اصور لكم. بس قلت هصور كده مقتطفات سريعه بحيث ان انا ما اغيبش عنكم، وبحيث ان انا برضو اوريكم الفطار بتاعنا. تمام. هنقلي كده بقى السمبوسه بتاعتنا. و جنبي في الفرن حاطه اللهم صل على سيدنا محمد، حاطه صينيه الجلاش بتاعتي. صينيه الجلاش النهارده عملتها اللي هو جلاش صوابع، اللي هو الملفوف ده. ما عملتهاش جلاش عادي. تمام. قلت كده نغير في شكل الاكل بتاعنا. وانا ولادي بيحبوا الاكله دي قوي، يعني بيحبوا سمبوسه جلاش مكرونه بشاميل، بيحبوا الحاجات دي قوي. فحبيت ان انا اغير لهم النهارده في الجلاش واعمله لهم كده. تمام. طلعت بقى السمبوسه بتاعتي، وهحط برضو الكميه التانية الباقيه. وطبعا الحله اللي جنب دي عليها فيها عسل. كنت بعمل سيرب للجلاش بتاعي. هنعمل جلاش حلو برضو بطريقه حلوه كده، وجلاش مورق كده، وبطريقه سهله وحلوه قوي. بس كنت بعمل بقى في الحله دي العسل يعني بتاع الجلاش. العسل طريقته معايا هحط 3. الاول خلينا بس كده في الجمال والحلاوه دي. بصوا والله العظيم شويه كبده، بصوا حاجه كده قمر. آه، طبعا كبده بلدي. لا طعمها وريحتها بصي يخلوكي كده ما تاكليش حاجه غيرها. وطبعا هنا الجلاش بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، اللي ده الجلاش اللي هو صوابع كده اهو. بصوا تحفه. برضو التشريبه بتاعته كانت جميله، عامل زي البوريك الطري كده. بصوا حاجه تحفه قوي، طعمه جميل. والسمبوسه، وطبعا حطينا بقى مخلل. والعصير بتاعنا عملنا عصير فراوله، وده كان فطارنا النهارده. وزي ما انتم شايفين حاجة كده سهلة وسريعة، وما خدتش معانا وقت للناس بقى الموظفين واللي هم مستعجلين يعني عايز تعملي اكل في السريع، اعملي الوصفة بتاعتنا بتاعت النهاردة دي. هنا بقى هنعمل هنعمل بقى حاجة حلوة. الحاجة الحلوة انا جبت خدت من كل المكسرات اللي عندي. خدت من اللوز والفستق، وخدت من العين الجمل، وخدت من الكاجو. وهضربهم كلهم. تمام. وجبت كمان خدت شوية من الفول السوداني. هضرب بقى كل المكسرات دي علشان هعملها الحشوة بتاعة الجلاش بتاعي. تمام. هنا بقى طبعا انا بستكشف معاكم الخلاط، وبجرب فيه زي ما انتم شايفين. احنا لسه جايبينه مع بعض فبجربه، وبقول لكم كل الحاجات اللي انا شايفاها فيه. بصراحة انا شايفاه ان هو كويس جدا. بصوا بشر معايا
المكسرات كلها بصوا ما خدتش، يخليها ناعمه قوي وحلو قوي. فما شاء الله يعني عليه هو كويس. جبت بقى لفه جلاش هنا اهو. هفرد اللفه بتاعتي كلها وهبتدي ان انا اقسمها كده بالطول، هقسمها على 4 يعني مش هطلع منها. بصوا انا هنا كنت نسيت اصلا الوصفه اللي انا هعملها من كتر ما انا، انتوا عارفين اللي هو من كتر ما انا مشغوله، او من كتر ما انا مش يعني دماغي يعني مش تمام. نسيت اصلا الوصفه اللي انا هعملها. فخدت كده ورقتين وحطيت فيهم من الحشوه بتاعتي ولفتها زي الرول عادي. تمام وقطعتها. دي كانت اول ورقتين خدتهم عملت بيهم كده. انما انا بقى هرجع للوصفه بتاعتي الاساسيه وهوريكم دلوقتي هنعمل ايه. ده لو انت عايزه تعملي الجلاش اللي هو الصوابع العادي، بتحطي طبعا كده بتدهني دهنة سمنة وبتنزلي بالحشوة بتاعتك وبتلفي الرول عادي اهو. الحشوة بقى بصوا ممكن تعملوا بدل الحشوة دي تعملوا كنافة. تجيبي كنافة وتحمريها بقى كده في معلقتين سمنة، وبرضه هتبقى حلوة جدا، بتبقى حشوة حلوة قوي للجلاش. هنعمله ان شاء الله مرة برضه مع بعض. تمام. انا بقى جيت هنا لما لقيت نفسي كده فرحت قلت ايه خلاص هكمل عادي باللفه بتاعتي الباقيه. هنعتبر ان دي لفه ايه ما خدناش منها حاجه اهو. هنقسم كده اللفه بتاعتنا بالطول على مثلا 4 اهو. تمام هي على بعضها كده ما خدناش منها حاجه ولا ورقنا ولا عملنا اي حاجه. تمام اهو. هاخد بقى اول طبقه دي هدهن بس مسحه بسيطه خالص من السمنه، وبعدين هحط الحشوه بتاعتي برضو بالطول كده اهو. تمام. خلصت بقى الحشوة بتاعتي ويدوب بس قفلت عليها كده بايدي، وهاخدها زي ما هي احطها فين، احطها في الصينية على طول. بس كده هو ده كل اللي احنا هنعمله في لفة الجلاش بتاعتنا. مش هنعمل حاجة تانية، مش هتورقي ولا تحطي بين كل طبقة والتانية سمنة ولا الكلام ده كله، وهيطلع معاكي بصي تحفة اهو. عملت اول طبقة كده بالسمنة، وبعدين هبتدي ان انا احط الحشوة بتاعتي وابتدي ان انا اتنيها بس عليها كده وخلاص، على كده خلصت معايا. تمام. هكمل بقى باقي الكمية بتاعتي كلها، وبعدين هجيب الصينية بتاعتي ادهن الصينية سمنة، ادهن الصينية بتاعتي سمنة كده كويس يعني من تحت. وبعدين هحط بقى ايه الطبقات اللي احنا عملناها. انا طبعا حطيت في الصينية دي فكانت كبيرة، الصينية كانت صغيرة فقسمت كده منها ايه بالطول وحطيت اللي عندي. تمام. هغرق بقى الجلاش بتاعي كده من فوق بكام معلقه كده حلوين كده من السمنه علشان يديني لون حلو والجلاش بتاعي كله ياخد اللون معايا. تمام. وادخلها بقى الفرن. اول ما تستوي طبعا انا مجهزه العسل بتاعي، واول ما تستوي هسقيها على طول بالعسل. تمام اهو. زي ما انتم شايفين بقى بعد ما طلع معايا بصوا حاجه تحفه. متنسوش بقى تحطوا لنا لايك للفيديو واشتراك في القناه.